طعم المطاعم بإيديكي، شاورما فراخ ولا أجدع شيف. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة إن شاء الله بقى هنعمل وصفة لذيذة جميلة كل الأولاد بيحبوها، اللي هي شاورمة فراخ. هنعملها إزاي؟ هنجيب 3 صدور فراخ غسلينها كويس وقطعناها شرايح رفيعة قوي، وجبنا بصلة مبشورة، بصلة كبيرة حلوة بشرناها، وحطينا عليها معلقة ونص صغيرة ملح، وحطينا نص معلقة صغيرة فلفل اسود، حطينا معلقة صغيرة قرفة. وهندعك البصلة بقى بالبهارات كده بالملح بايدينا عشان البصلة تنزل المية اللي فيها وتدي ريحة حلوة. وبعد كده هنحط 4 معالق كبيرة خل، وكوبايتين زبادي منزوع الدسم شايلين الوش بتاع الزبادي. وجبنا بقى قطعة ليا كده 100 جرام وقطعناها قطع صغيرة قوي برضو، وهنقلب كله مع بعضه مع البصل. هنجيب بقى الفراخ اللي غسلينها ومقطعينها شرايح رفيعة قوي، هنضيفها للمكونات، البصل والبهارات والليا والخل والزبادي، وهنقلب كل المكونات مع بعضها عشان الفراخ تتبل كويس جدا. وهنسيبها في التلاجة 3 4 ساعات في التتبيلة، وهنحط لها ربع كوباية مية، وهندخلها الفرن من تحت ونقلبها من وقت للتاني، ويكون عندنا 2 حزمة بقدونس مقطعينهم وهنقلبها فيها. واللية مكون مهم جدا في الشاورما. بعد كده هنعمل لها الطحينة بقى. هنجيب 5 فصوص توم نفرمهم ونحط عليهم نص كوباية طحينة، ومعلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة ملح، و3 معالق كبيرة خل، ونص كوباية مية، وهنضربهم كلهم مع بعض. هتبقى طحينة جميلة جدا 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 للشاورما. كده الطحينة اتعملت خطيرة، طعمها حلو قوي قوي، شكلها جميل وريحتها حلوة. بعد كده هنجيب الكايزر نفتحه ونحط فيه معلقة طحينة، وبعد كده نحط الشاورما. الله على الريحة الجميلة والطعم خطير، شكلها جميل وطعمها حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. وقولوا لي ايه الوصفة المرة الجاية اللي تحبوا ان انا اعملها لكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.